بس صغير. بس صغيرة قاعد صغير. انا بكلمني. ايوه قاعد صغير والله. هو لسه قاعد صغير. طب اجرب ونشوف عيب ولا لا. زي ما كنت فاكر. ايوه مش عارف الموسيقى. ايه والله. زي ما حضراتكم شايفين السادة المشاهدين والمتابعين الأجلاء مدى عدم الحياء والمهزلة اللي بتحدث في الأفراح والليالي الملاح، وده كله بسبب الترند. تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث الشائكة. تقديم أشرف فاروق، صحفي بموقع جريدة أخبار السياسة والطاقة. مهزلة بكل المقاييس، لأن يعني الحياء شعبة من شعب الإيمان. زي ما شفت الفيديو متداول، وحصد هذا الفيديو ملايين المشاهدات والإعجابات على مواقع السوشيال ميديا المختلفة والإلكترونيات. عريس وعروسة ليلة دخلتهم في الحفل زي ما انتوا شايفين، يكلموا بعض، وده الظبط ويتعدل ويعمل كذا وده ما تعملش كذا، وزي ما انتوا شايفين إلى أن قبل العريس العروسة في بقها فمها. طب ينفع؟ خلي عندك حياة، خلي عندك ضمير. طب أهليتها فين؟ أخواتها فين؟ أبوها أمها؟ وأنت أخواتك فين؟ أبوك أمك؟ أهليتك عزوتك عيلتك؟ لما ده كله يتنشر على الملأ، الحاجات دي بتبقى في الغرف المغلقة، شهر العسل وجوازك براحتك. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. لكن النهاردة تبقى المهزلة على العلن والجهر بالمعاصي. ناس تقول لك يا عم خليهم يفرحوا، خليهم يفرحوا ويتكيفوا ويتمتعوا، ما قلناش حاجة في الفرح، بس الفرحة في القلوب، وإن الإنسان يراعي الله عز وجل قبل يوم تشيب فيه الولدان. لكن النهاردة العريس مع العروسة والمصور بيصور، ودي تقول له بالراحة وتقول له مش عارف طب استنى شوية، ويقبلوا بعض ويبوسوا بعض في بقهم. يبقى قول على الدنيا السلام. يبقى كده ده إجرام على شكل زواج. ما ينفعش يا أخي. غير على عروستك وانت غير على عريسك. الحاجات دي بتبقى في الغرف المغلقة. اعملوا اللي انت عايزينه، مش صابرين لحد ما تروح. وده كله النهارده العرسان بيتفننوا موضوع الترند، كيف يطلعوا ترند على حساب كرامتهم، على حساب أهليتهم، على حساب أي حاجة، حرام بقى حلال، أهم حاجة يطلعوا الترند. الترند الفيديو ياخد كذا مليون مشاهدة، القنوات تستضيفهم يشهروا، هم كده مبسوطين إن كانوا يتربحوا منه ولا كده. لكن النهاردة خلينا طلعت مليون ألف ترند ولا مليار، أكبر عدد ترند، مقابل إن أنا أغضب ربنا. كل اللي هيشوف الفيديو ده ما هو هيقول مثلا ده مش متربيين. لما يحصل ده كده، زمان الزوجة أو البنت ما كانتش بتقدر ترضع قدام أبوها ولا قدام أخوها، ولما تروح هناك في بيت زوجها ما تقدرش حتى ترضع برضه قدام أبوه حماها ولا أخوه ولا الكلام ده كله. انت النهاردة تقبل يجوزك عريسك في وسط الملأ وتنشر الفيديو ومبسوطين، وتطبل يقولك الله شوف الرومانسية، الله شوف الحنية. وناس تقول لك يا عم ده ندقة هدية ما خلي الناس تفرح. أما لو تشوف اللي في الساحل الشمالي، الساحل الشرير ده بقى زي أوروبا. يا عم ملناش فيه، دول شأن واحنا شأن. لكن النهاردة احنا بندور زي بوليتهم فاستتروا. يقول لك يا عم انت هتخلي الفرح بلوى، ده فرح. يا عم الحاج، هو انت شيخ؟ يا عم انا راجل اقل للناس. لكن احنا بندور زمان لما واحد كان فاتح دكان ايام الجاهلية قبل ظهور النبي محمد عليه الصلاة والسلام والبعثة النبوية، وكان عيان وقال لمرة تروح يشوف الدكان تحسس احواله، وراحت الولية تشوف الدكان في سوق كان اسمه سوق عكاظ وزي مجاز في مكة المكرمة. كان يلتقي في هذه الأسواق الشعراء والأدباء
والنقاد من هذا القبيل. الست ماشية وقعت عثرت في حجر، رجلها بنت لحد ركبها. واحد راح قال لجوزها ده مرتك وقعت وغصب عنها. هي جت عمت مساء، قال لها عمت هبابا. في قال لها انت عليك ظهر امي. طب وانا عملت ايه؟ قال لها انت مش وقعت بالسوق ورجلك اتكشفت لحد الركب لحد ساقيك؟ قال طب وانا ذنبي مش ذنبي يا عم. طب حرام سويت له الناس. قال لها انت عليك ظهر امي. وزمان ما كانوش يقولوا عليها الطلاق وعليها اليمين، لا يقول لك انت عليك ظهر امي، يعني خلاص حرمتك، ما انتش مرة طلقتك بالثلاثة، ما انتش مرة طلقتك بالثلاثة. طب سألوه الناس لا كده عملت لا كده؟ قال أنا لا آكل اللبن الذي سقط فيه الزبع. طالما مراتي الناس كلها بصت لرجليها ساعة كشفت رجليها، يبقى دي ما أنهاش ولا عيش معاها لا بكتير لا ولا بقليل. تقوم انت النهاردة وانت تقبلوا بعض قدام ملأ وتنشروها على السوشيال ميديا ومليان المشاهدات وتقول لي ده الأفورة والنهاردة التقدم خلي الناس في الرجعية اللي هي فيها؟ لا، ده عدم حياة. لأن قال خلى إن سيدنا موسى عليه السلام يا سادة يدي 10 سنين من عمره مقابل يتزوج زوجة لما هرب من فرعون خيفة وخشية أن يقتله فرعون. وطبعا القصة بتاع البير وسيدنا موسى لقي الناس بتسقي ولقي بنتين، فشال الغطا بتاع البير وسأل البنتين، وكان هما بيقعدوا الأول عشان هما ملهمش حد يسقيلهم ولا يشيلهم الحجر. وفي الآخر البنات راحوا قالوا لأبوهم، اللي هو رواية قالت سيدنا شعيب ورواية قالت ده ملك صالح تاني ونبي تاني. والمهم جت واحدة منهم لسيدنا موسى قالت له أبويا بقول لك تعالى عشان هديك الجميل اللي أنت عملته لينا. فطبعا القرآن ذكرها، يعني جت إحداهما تمشي على استحياء. واحدة منهم جت فأتت إحداهما تمشي على استحياء، فعشان الاستحياء بتاعها دي والحياة بتاعها سيدنا موسى عليه السلام ضحى بعمره 10 سنوات خدمة لأبوها، لأنه كان مهرها. قال له عايز تتجوز بنتي اديني 8 سنين وكملهم 10 ماشي، وكملهم 10. الاستحياء الحياة اللي راح النهاردة من ضمائرنا. أم شوفوا العروسة تعمل كيف والعريس يعملوا كيف. بنا وبكم يتجدد اللقاء. شوفوا الفيديو واكتبوا لنا في التعليقات رأيكم ايه. تحياتي لحضراتكم. بص صغيرة قاعد صغير قاعد صغير هو لسه قاعد صغير. طب اجرب ونشوف عيبه زي ما كنت ليه؟ مش عيبه المسك والله.